السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين والمتابعين في كل مكان. أهلا بكم بفيديو جديد وحلقة النهاردة يا جماعة هنتكلم فيها عن الصناعات الجزائرية. صناعات جزائرية بأيادي جزائرية 100%. طبعا يا جماعة أصبحت تهدد عرش القوة الأوروبية زي ألمانيا والصين واليابان. إيه هي الصناعات اللي الجزائر بدأت تهدد بها الدول الكبيرة ديت يا جماعة؟ هندخل مع بعض نشوف دلوقتي احد المصانع العملاقة اللي موجودة في الجزائر اللي اصبحت طبعا ذو صيت كبير في المنطقة العربية وفي العالم كله. فطبعا يا جماعة هنشوف الخطوات بتتم ازاي وتصنيع القطارات العملاقة والاتوبيسات الذكية اللي بتساعد البيئة على عدم اللي عارفين اللي هي الاتوبيسات اللي هي الذكية. يعني طبعا اتوبيس ذكي اللي هو الحافلات الذكية اللي بتستخدم طبعا بدون عوادم سيارات. حضرات ما تنسوش طبعا دعم باللايك واشتراك في القناة، ويلا بينا ندخل نشاهد الفيديو. هي ديت يا جماعة بقى احد الحافلات العملاقة اللي احنا بنتكلم عنها طبعا بتصميم جزائري وبأيادي جزائرية 100%. شايفين يا جماعة اتوبيس عامل ازاي؟ طبعا كل دي اتوبيسات دلوقتي الجزائر بدأت تصنعها علشان طبعا نشوف الجزائر في مكان تاني خالص اقتصاديا. هذه الأنواع من المقطورات والهياكل الميكانيكية أصبحت اليوم تصنع محلياً بجودة عالية وبأحدث التقنيات المبتكرة. فبالمنطقة الصناعية ببلدية مسيلة عاد النشاط لهذا المصنع المختص في مجال الصناعات الميكانيكية بعدما وجد أصحابه كل تدابير المساعدة والدعم لترقية إنتاجهم. هي مختصة في تصنيع الهياكل الميكانيكية بما فيها المقطورات ونصف المقطورات وجميع الهياكل على وجميع الأجزاء الحديدية المتعلقة بالحديد. المنتوج تاعنا كرياسيون 100%، يعني منتج محلي 100%، يعني كامل ديزاين وكامل منتوج محلي 100%. لقينا صعوبات في الاول بدايه كورونا، بدايه كوفيد، وصار لنا مشاكل كبار حتى وقفنا العمل يعني وصلحنا العمال من الكثيرين. واليوم الحمد لله بفضل سياسه رئيس الجمهوريه السيد عبد المجيد تبون رانا شجعنا معنويا، رانا مستعدين ننطلقوا انطلاقه كبيره ان شاء الله. يصنع هذا المعمل أزيد من 1200 مقطورة سنويا من مختلف الأنواع بتصاميم عصرية تلبي متطلبات الناقلين، كما يوفر 30 منتجا معتمدا من طرف وزارة الصناعة، ويشغل 65 عاملا أغلبهم مهندسون من خريجي الجامعة الجزائرية. نحن شباب الجزائر الجديدة خريجي الجامعة الوطنية والجامعة الجزائرية. قدمت لنا فرصتنا كاملة غير منقوصة من طرف المصنع. مهمتنا هي التنسيق بين ورشات المصنع والربط بين مكتب الدراسات والورشة. المصنع يضمن لنا تكوينات ويقدم لنا دي فورماسيون مع الوقت اشاك فوا على حسب الطلب، على حسب من مهمتنا هي تطوير منتجات الشركة وتطوير قدراتنا العلمية والعملية. أنا كمهندس صناعة ميكانيكية وتقنيات إنتاج وخريج الجامعة الجزائرية، متحصل على كفاءة باش نوظفها في إنتاج منتوجات تساعد الاقتصاد الوطني تاعنا. نقوم بتصميم المنتج من جميع قطعه من البداية إلى النهاية، ثم نستخرج مخططات نرسلها إلى ورشات التقطيع
ليتم تقطيع القطع المعينة والمراد تجميعها على خطوط التصنيع التي لدينا، التي تضم لحامين محترفين ذوي خبرة. نحن أبناء الجامعة الجزائرية، الشيء اللي تعلمناه في الجامعة الجزائرية رانا نطبقوا فيه في شركة وطنية، هذا الشيء يشعرنا بالفخر. المساهمة في خدمة الاقتصاد الوطني والولوج إلى برامج التنمية الاقتصادية أهداف تسعى لتحقيقها هذه الشركة في ظل الظروف الحالية المشجعة على انطلاقة فعلية للصناعة المحلية. أنا كمؤسسة إنتاج، وعندنا فيه مؤسسات مع هنا في الجزائر، نقدروا حنا نغطيو كامل المتطلبات اللي هنا في السوق المحلية، ونقدروا نصدروا لما لا لدول افريقيا. وانا سبق لنا وين شاركنا في المعارض، معرض السنغال، موريتانيا نواكشوط، ليبيا في مصراتة شاركنا، والحمد لله كان عندنا منتج رائع جدا ونقدر ننافسوا به. عندنا برنامج باش نصنعوا الحاويات البحرية والحاويات النقل البري. مؤسسة تصنيع المقطورات ومعدات الشاحنات بولاية المسيلة نموذج ناجح لمستثمر رفع التحدي بعدما وجد بيئة مناسبة محفزة على الإنتاج ليساهم اليوم في ترقية الإنتاج الوطني. طبعا يا جماعه كده يكون وصلنا لنهايه الفيديو اللي معايا النهارده، واتمنى ان الفيديو يكون نال اعجاب حضراتكم، ويا ريت ما تبخلوش علينا باللايك واشتراك في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.